كل الناس اللي بيسألوني في التعليقات يا مروة هنقعد الفسيخ في الشتاء كام يوم، الفيديو ده علشانكم يا جماعة. طبعا احنا عملنا مع بعض الفسيخ قبل كده في الصيف مرة واتنين. النهارده هقول لكم على الطريقة الصح اللي نعمل بيها الفسيخ في الشتاء. وطبعا بقى زي ما احنا متفقين السمك بتاعنا اللي هنملحه لازم يكون جاي صابح كده وطازة، ما ينفعش نجيب بقى سمك متلج ونملحه، سواء كان بوري او طبارة الاتنين بيكونوا حلوين جدا في التمليح. انا هنا كده رحت السوق واشتريت السمك بتاعي، وهناخد بقى السمك بتاعنا ونطلع على البيت على طول. هنعمل ايه بعد كده يا مروة؟ هتروحوا البيت زي ما انتوا جايبين السمك كده في الكيس بتاعه، هتحطوه في طبق بلاستيك او جردل وتقفلوا عليه ليلة كاملة. ودي اهم مرحلة يا جماعة في تمليح الفسيخ، لازم نفوت السمك بتاعنا ليلة كاملة في الشتاء. هنعمل ايه بعد كده؟ بعد ما يعدي عليه ليلة هنطلعه ونغسله غسلة كويسة تحت الحنفية، ونحطه في مصفى يصفي المية اللي فيه بالظبط كده 10 دقايق. بعد كده هنجيب جردل او علبة بلاستيك هنحط في الارضية بتاعتها شوية ملح خشن. كل كيلو من الفسيخ يا جماعه بياخد معانا من 400 ل 500 جرام من الملح الخشن. والسمكه بتاعتنا يا جماعه لازم تكون مبلوله كده من بره علشان الملح يمسك عليها. هنعمل طبقات زي ما انتم شايفين كده، طبقه من الملح وبعدين طبقه من السمك، والسمك بيكون عكس عكاس وبطن في ظهر زي ما انتم شايفين كده. اهم حاجه بقى الرصه الاخيره دي تكون كل كميه الملح اللي باقيه عندك مغطيه السمك خالص. دول 5 كيلو من السمك حطيت لهم نص كوبايه من الزيت. هنقفل الجردل بتاعنا كويس جدا وهنسيبه في الشتاء يا جماعه بالظبط كده 15 يوم لو السمكه بتاعتك كبيره. لو السمكه بتاعتك صغيره بالظبط 10 ايام، ولو احنا في الصيف زي ما احنا متفقين كده من 6 ل 7 ايام وهنفتح عليه.